مساء الخير. موضوع لهذا اليوم عن قلة الذوق. حقيقة قلة الذوق هو سلوك يومي عند البعض، قد يكون خصوصاً بالآونة الأخيرة. نشوف بالسابق كان أكو احترام، أكو ذوق عام سواء بالأقوال أو بالأفعال، لكن اليوم فقدنا الذوق، ذوق العام. ليش؟ لا بتصرفنا، لا بسلوكنا، لا بإيماءاتنا. شوفها بعدة مواطن وبعدة مواضع. مثلاً اليوم صاحب المحل أمر بالسوق أشوفه، تسأله عن بضاعة إيه أو لا يجاوبك بدون أي مجاملات. بالسابق شو نشوف؟ لا، نشوف صاحب المحل بابتسامة يقابلك. قلة ذوق لولا؟ أكيد قلة ذوق. اليوم الباصات السابقة والأمانات السابقة والسيارات والتاتا وغيرها، واليوم نشوف عندنا الكوسترات وغيرها وغيرها. أكو قلة ذوق. بالسابق نشوف أكو احترام للمرأة، وأكو احترام من المرأة أيضا للرجل. نشوف اليوم قد بوحدة من السيارات تشوف مرأة تفترش الأرض، قاعدة على الأرض، وتشوف الرجل قاعد مرتاح. بالسابق شنو كان؟ أكو ذوق. شنو الذوق؟ إنه اليوم صغير كبير إنه يقوم تقعد هذه المرأة، إنه المرأة لها احترامها. نريد نعرف ليش قل الذوق العام؟ ليش قل الاحترام بيناتنا؟ هاي السلوكيات الخاطئة. هذه السلوكيات الخاطئة مثل ما تعرفون بعد هذا التطور الهائل بالتكنولوجيا ودخول عالم مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وغيره، انتقل لهذه المواقع. هذه كارثة حقيقية. نشوفك هواي دخلاء، هواي قليلين الذوق بهذه المواقع. يدخل لك دخيل، واكو كثير من المسميات اللي ما احبها، يعني اللي يقولون زواحف وغيرها، انا ما احبها. انا اسميه قليل الذوق. قليل الذوق، تجاوبه ما تجاوبه والله أنت مغرور، أو أنت كذا، أو يحاول يشتمك، أو يثير عليك الشبهات، أو يفرض نفسه عليك. يعني أنت ما تعرف. أنا يعني كثير من الرسائل يمكن اللي أجاوبها أو ما أجاوبها، شو يوجهوا لي من أسئلة؟ إنه استنسجام. اليوم يدخل لي شخص من الأشخاص يتصل على الفيسبوك، أكو اتصال على الفيسبوك أنا ما أعرفه ولا تربطني بأي علاقة، وقد ساعة واحدة أو ساعة ثنتين. شو يسموها هاي؟ سميها قلة ذوق للأسف. اليوم مسألة الشارع ووجودنا بالشارع، مجرد أنه أنت بهذا الزحام الشديد، ومثل ما تعرفون اليوم أكو قلة ذوق حتى بين سواقنا. تشوف هذا صراخ بالشارع، واحدهم يصيح على الآخر. ليش؟ مجرد أنه ممكن أنه ضرب إشارة، أو ممكن أنه فت حركة مو طبيعية من السائق الآخر، شوف تتعالى الأصوات من شخص الآخر. وتعرفون الأمور اللي بين سائق وسائق قد يكون أيضا اليوم مو فقط بين سائق وسائق، حتى مسألة أنه أنت هذا بهذا الزحام الشديد بالشوارع، أنه الشخص ارتطم بيك، لا يقول لك آسف ولا المقابل يتأسف. هسه أنت مثلا ارتطمت بي، مو مشكلة، أتأسف منه، والمقابل يقول له عمى مثلا. الاثنين مخطئين والاثنين عندهم قلة ذوق. كلمة العفو حلوة، يعني هذا يعني التبادل، الابتسامة هذا السماحة وهذه الابتسامة أقابل بها المقابل، لا بأس. مثلا العفو أخوي أو العفو أختي، هاي ما تقلل من شأنك، بالعكس هاي تزيد منك. الشيء الآخر، اليوم كثير من بناتنا أيضا عندهم شكاوى، حتى رجالنا، إنه يشتكون من مسألة التحرش بالباصات، بالشوارع، قلة الذوق سواء بالكلام أو بالأفعال. طيب شو تسوي بحالة؟ شو تسوي بهالحالة، أو شو يسوي بهالحالة؟ يعني أنا أسمع رجال يقولون إحنا نواجه تحرش من النساء. مشكلة طبعا. يعني إحنا بالسابق كنا نشكو من النساء ومن الرجال إنه تحرش وغيرها بالكلمات وقلة الذوق، لكن اليوم أكو تحرش أيضا من النساء للرجال. غريبة طبعا، احنا نسمعها من الأخوة ومن المقربين، لكن ما نثق بهذا الموضوع حقيقة. الرجل وحده اللي يعرف. تعرف هذا قلة ذوق لو مو قلة ذوق؟ شلون نتصرف تجاه هذه المواضيع؟ شلون؟ بالسابق كان عندنا قوانين صارمة تردع هذا الموضوع، اليوم ماكو قوانين، لكن اكو ضمير، اكو خطاب. أنا خاطب نفسي، ليش قلة الذوق هذا؟
أنا شاب مكتمل وأنت أيضا شابة مكتملة، هاي تقلل من شأنك وتقلل من شأنك. أحيانا حتى امرأة مثلا هي وعائلتها وزوجها والمقابل بلا خجل وبلا ذوق يتعرض لهذه المرأة أو هذه البنت، أريد أعرف هذه جرأة، هذه وقاحة. قلة الذوق الأخرى أحيانا البعض يعتبر الوقاحة صراحة. والله أنا صريح، مشكلتي صريحة، يعني المرأة أنا مشكلتي والله صريحة، هذا مو صراحة، هذه وقاحة وقلة ذوق. أحيانا مثلا أضرب لكم مثل، يوم من الأيام بجلسة إحدى الأخوات أو إحدى الأخوة بلا تعيين إنه جالسين إحدى الأخوات يعني فد مسحة بسيطة، المقابل ما ضحك ما ابتسم. شو يسموها هاي؟ قلة ذوق؟ لو مو قلة ذوق، أنا أبادله بالابتسامة، أبادله بالسماحة. قلة ذوق منك اليوم تجامل الآخر، المجاملة بلا تكلف. موضوع آخر، زيارة المريض. عندنا مشكلة بزيارة المريض وبها قلة ذوق. احنا قلنا هذا الذوق ومسألة الذوق والذوق العام أصبح سلوك يومي عند البعض، مو الكل طبعا، ما ينطبق على الكل، بيهم كثير من يمتلكون الذوق العام يتميزون بهذا الموضوع. زيارة المريض مثلا، حدد الوقت المناسب. أنا أجيب وقت يعني قد يكون محتاج نوم، محتاج راحة، أجي أزعجه وياي أولادي، يجوز وقت عشاء، وقت غدا. أنا فوق مرضه وفوق تعبه، أجي أحمله مسؤولية ثانية، أنه يسوي لي غدا ويسوي لي عشاء، وقد ينشغل بأمور المطبخ. ليش؟ هاي قلة ذوق. بالسابق كنا نقول يلا هاي يسموها زيارة مريض، زيارة مريض تصير قليلة وما بها صحبة للأطفال، لأن هذا يزعج المريض وقد تنتقل العدوى للمريض. أكو دراسات حول هذا الموضوع احنا مو بصددها. هاي هم من الذوق العام للأسف. نريد نعرف ليش قل الذوق العام. كل واحد بينا اليوم يقعد ويا نفسه ويراجع نفسه، يقول عندي ذوق أو ما عندي، عندي وقاحة، قباحة، صراحة. كل هذه الموضوعات يراجعها. أنا أسيء للآخر، عندي ذوق مع الآخر حتى بالتعامل بأفعالنا أو أقوالنا. الضحكة الحلوة بسيطة والكلمة الطيبة بسيطة، ما راح تخسرون شيء أبداً، بالعكس ترتاحون وتنامون ليلكم رغد. تقبلوا تحياتي ومع انسجام بحلقة ثانية.